بين جنبات الخطر، رحلة في أكثر بلدان العالم خطورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة من رحلات خواطر، ولكن هذه المرة ندخل عوالم مظلمة ونخوض في دهاليز الخوف لنقف وجها لوجه أمام حقيقة مرة يعيشها الملايين حول العالم. في هذا الفيديو سنتحدث عن أكثر بلدان العالم خطورة، تلك البقعة على الخريطة التي تحولت فيها الحياة إلى صراع دائم من أجل البقاء. سنغوص في تفاصيل قصص واقعية ونستعرض معكم أرقاما وإحصائيات مفزعة تجسد حجم المعاناة التي يعيشها الناس في هذه الدول. فهل هي لعنة الجغرافيا أم لعنة الإنسان نفسه؟ فنبدأ رحلتنا سويا ونحاول أن نفهم هذه البلدان الأخطر في العالم. فنزويلا، انهيار جنة على أعتاب الجحيم. كانت فنزويلا يوما ما جنة على الأرض، تبهر العالم بثرواتها الطبيعية وتنافس أجمل بقاع الأرض بسحرها. أما اليوم فقد أصبحت مسرحا للجرائم والعنف، وجحيما لا يطاق يعيش فيه المواطن في خوف دائم على حياته وممتلكاته. ارتفاع معدلات القتل، انتشار عصابات المخدرات والسلاح، انهيار النظام الصحي والأمني، كلها عوامل جعلت من فنزويلا واحدة من أخطر بلدان العالم. فمن سيعيد لهذه البلد جمالها المفقود؟ وهل سيتمكن شعبها من تجاوز هذه المحنة؟ جنوب أفريقيا، ندوب الماضي لا تزال تنزف. رغم انتهاء عصر الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلا أن ندوب الماضي لا تزال تنزف وتلقي بظلالها على الحاضر. معدلات الجريمة المرتفعة في جنوب أفريقيا تعتبر من بين الأعلى في العالم، حيث يشهد البلد معدلات مرتفعة من جرائم القتل والاغتصاب والخطف. الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء وانتشار البطالة والفقر يعتبران من أهم أسباب تفشي الجريمة في جنوب أفريقيا. فهل يأتي يوم وتصبح فيه جنوب أفريقيا آمنة وتتحرر من قيود ماضيها المظلم؟ شابتر 3، البرازيل، بلد السامبا والكرنفالات والسعادة. ولكن خلف هذه الصورة البراقة يكمن وجه آخر مظلم ومخيف. فالبرازيل تعاني من معدلات جريمة مرتفعة جدا، خاصة في المدن الكبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو. حرب العصابات، تجارة المخدرات، الفقر المدقع، غياب الأمن، كلها عوامل جعلت من البرازيل واحدة من أخطر الدول في العالم. فهل ستنجح الحكومة البرازيلية في كبح جماح الجريمة وإعادة الأمان إلى شوارعها؟ شابتر 4، تعتبر المكسيك واحدة من أخطر الدول في العالم بسبب انتشار عصابات المخدرات القوية والمسلحة تسليحا ثقيلا. تسيطر هذه العصابات على مناطق واسعة من البلاد وترهب السكان وتجبرهم على دفع الإتاوات. الحكومة المكسيكية تحارب هذه العصابات بكل ما أوتيت من قوة، ولكن بدون جدوى. فهل ستنجح المكسيك في القضاء على عصابات المخدرات واستعادة أمنها المفقود؟ شابتر 5، نيجيريا، العملاق الأفريقي، تعاني من تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمان. معدلات الجريمة المرتفعة، خاصة في المناطق الريفية، تشكل خطراً داهماً على السكان. حركة بوكو حرام الإرهابية تزيد من الطين بلة وتنشر الرعب في قلوب النيجيريين. الحكومة النيجيرية تبذل جهوداً كبيرة من أجل القضاء على حركة بوكو حرام وتحسين الوضع الأمني في البلاد، ولكن المهمة لا تزال صعبة. فمتى ينعم شعب نيجيريا بالأمن والاستقرار؟ وإلى هنا تنتهي رحلتنا في عالم الخطر والخوف. لقد رأينا كيف أن الجريمة والعنف يستطيعان تحويل جنة إلى جحيم، وكيف أن الملايين من الناس يعيشون في خوف دائم على حياتهم. ولكن رغم كل هذه الصعوبات يبقى الأمل موجودا. فبالتعليم والتنمية ومحاربة الفساد يمكن لهذه الدول أن تتغلب على مشاكلها وتصبح أماكن آمنة يعيش فيها الجميع بسلام. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.